دارت اليوم الخميس معارك عنيفة بين الثوار وقوات النظام على أطراف مدينة الشيخ مسكين وإنخل بريف درعا، وطيران النظام يشن حملة شرسة على معظم مدن وبلدات الريف الشمالي. ارتفع عدد الشهداء اليوم جراء الغارات التي شنتها الطائرات الروسية على كفر تخاريم في ريف إدلب إلى 15 شهيدا وأكثر من 20 جريحا، منهم في حالات حرجة. سقط عدد من الضحايا المدنيين مساء يوم الخميس جراء القصف الجوي الذي تعرضت له بلدة حطلة في ريف دير الزور. سقط 3 شهداء وسقط عدد من الجرحى جراء استهداف بلدة بيانون بعدد من الغارات الجوية، في حين ارتقى شهيدان في تل عنجار جراء الغارات الروسية. قامت كتائب الثوار بقتل عدد من عناصر النظام خلال محاولتهم التقدم على بلدة آرا في جبل الأكراد، في حين تعرضت بلدة كنسبة لقصف عنيف من الطائرات الحربية.